لو انت ام وبترضعي في رمضان فدي 3 علامات لو ظهرت على ابنك اعرفي ان كميه اللبن مش كفايه. رقم 1 عدد التايبرز او الحفاضات بتاعته تقل، بمعنى انك لو متعوده تغيري له مثلا 6 مرات في اليوم ولقيتي انه بقى يعمل حمام 4 إلى 3 مرات بس في اليوم. رقم 2 انك حتى بعد ما بترضعيه بيفضل يعيط وبيبقى متنكد طول اليوم وانت مش لاقيه سبب منطقي لكده، وغالبا بيبقى السبب انه لسه جعان والرضاعه مش مشبعه بالنسبه له. رقم 3 انه وزنه يفضل ثابت او يقل عن الطبيعي او يظهر عليه علامات تانية زي انه لون وشه يكون اصفر او باهت. كل دي علامات بيقولك بيها طفلك ان كميه اللبن عندك ابتدت تتاثر بالصيام وانه مش بياخد كفايته من الرضاعه. وهنا ضروري تاخدي بالك من العادات الخاطئه اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، وكمان تتبعي النصايح المهمه جدا اللي هنقولك عليها في الفيديو اللي جاي علشان تزود معاكي كميه اللبن اثناء الصيام. لو حابه تعرفي النصايح دي بشكل مفصل اكتبي لينا كومنت بجمله رضاعه في رمضان وتابعي معانا الفيديو اللي جاي.